السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة طبعا رحنا الملاهي في العيد وفسحنا الأولاد، طبعا كانوا عايزين يخرجوا. فاحنا داخلين كده، احنا عندنا مكان كده على البحر، معمول جنينة كبيرة جدا على مساحة كبيرة جدا واسعة، معمول فيه جنينة كبيرة جدا، واخدين كده جزء عاملينه ملاهي. هي فيها كل حاجة، هي مش كبيرة قوي بس فيها كل الألعاب، ما عدا طبعا الألعاب الكبيرة الخطرة جدا اللي في الملاهي اللي هي الكبيرة. طبعا عاملين الجزء دوت بيفرحوا بيه بقى الأولاد بتوع المنطقة، والناس بتيجي تتفسح فيه، وهو على البحر على طول، شايفين البحر قدامكم اهو. في المراكب، وفي المراكب دي كلها يعني بتاعت فسح، متزينة كده وفيها أغاني وفيها حاجات جميلة جدا، وبيركبوا فيها بيتفسحوا بقى في البحر ويرجعوا تاني. فاحنا داخلين قابلنا المنظر ده بتاع الدب الكبير قوي ده، شكله مرعب وفظيع، يعني حاجة ضخمة كبيرة جدا. آه، اول ما شافوه الولاد يعني انبهروا كده وخافوا وترعبوا. وشكله هو مرعب، هو مع انه يعني حاجة يعني يعني بتفرح الاولاد وبتفرح الكبار، بس الشكل بتاعه هو ايه يعني مرعب شوية. شايفين الناس طبعا، لقيناه كده بيرقص كده وبيدلع وبيمتع الناس طبعا. هما جايبينه كده في الجنينة علشان يفرحوا بيه الناس، ورايح جاي كده في الجنينة يمين وشمال، بيتمخطر يطلع من مكان يخش في مكان براحته خالص. يعني هو ماشي يتمخطر كده ويتدلع براحته خالص، والناس ماشية وراه، والأطفال بصوا يميل على ده شوية ويميل على ده شوية. يعني كان حاجة جميلة جدا، والكل حابب يتصور معاه، وشايفين جايين يتصوروا معاه، والأطفال لازقة فيه، مش عارفة يعني حاجة غريبة. الناس لازقة فيه رايحة جاية، مع انه يعني حاجة يعني زي لعبة، زي حاجة بتفرح الناس، مش لازم يعني الناس تبقى لازقة ومايلة عليه قوي كده دي حاجة رايحة جاية كده براحتها، بتفرح الناس وخلاص. تلاقوا الناس بقى في اي حاجة كده تلاقيهم لازقين وراها وماشيين، يعني ضايقوا في ال قدامهم وخلاص. شايفين المنظر؟ لعبة بتفرح الولاد وخلاص، مش لازم يعني ان احنا نضايقها او نلعب، نقعد نضايق فيها او نزق فيها. خلاص، نتفرج من بعيد وما نحاولش نضايق الشخص دوت، لانه ده في الاول في الاخر برضو شخص لابس الكفر اللي عليه دوت اللي هو اللعبة. ما نحاولش ان احنا نزقه او نضايقه او حاجة، هو بيفرحنا وبيفرح ولادنا، وحاجة جميلة جايبينها في الجنينة كده تفرحنا. طبعا الملاهي فيها جميع الألعاب، وده قطر جديد كده، لسه أنا أول سنة أشوفه في الملاهي دي، جايبينه جديد، فهو جميل جدا، بيلف كده وبيطلع أنوار من كل حتة وسريع جدا بيلف. برضو بيركبوه. أنا يعني أنا مركبتوش ولا حاجة، بس أنا شفته من بعيد، أنا ما بركبش أي حاجة في الملاهي صراحة. بخاف جدا، انا اللي حبيت اركب بركب الساقية بس. بقالي فترة انا مركبتهاش لاني بخاف فعلا. فرحنا الاولاد في اليوم ده. والملاهي طبعا فيها كده السلسلة بتاعة الاطفال دي الصغيرة. هم ما ركبوش السلسلة، ركبوا حاجات تانية. انا خفت طبعا اركبهم السلسلة والحاجات دي عشان بتلف جامد، العيل يقع ولا حاجة. وفيها العربيات، وفيها الساقية، وفيها الديسكفري. انتوا هتشوفوا دلوقتي فضايح. في الديسكفري بنتي ركبت الديسكفري ما بطلتش صوات من ساعة ما طلعت، واقول لها يا بنتي بلاش، دي لعبة خطيرة بلاش، وكانت اول مرة تركبها وحابة تجربها، وفعلا جربتها، ومن ساعة ما طلعت الديسكفري وهي ما بطلتش صويت. واحنا تحت نضحك عليها، واخواتها عمالين يقولوا لها نخلص منك انتي، ايوه الحمد لله لقينا حاجه تخلص منك وايه، وكانوا بقى ايه بيتشفوا فيها زي ما بيقولوا. دي الساقيه طبعا، هتشوفوا طبعا منظر دلوقتي بتاع الديسكفري مع سندس، وهي ما شاء الله عليها شغاله سويت. اسفه، المشهد بتاع سندس هتلاقوه في الفيديو الاولاني اللي انا منزلاه على القناه.
شايفين بقى المنظر، الجنينة اهي قدامكم اهو. اول يوم ده كان هادي جدا، ما كانش فيه زحمة كتير زي كل سنة. اكيد الناس برضو ملت من الملاهي، هي بتيجي بس عشان ولادهم. اكيد ملوا من الملاهي فحبوا يروحوا يعني مكان تاني يتفسحوا فيه. عشان كده كانت الجنينة هادية، والملاهي ما كانش فيها ناس كتير جدا، كانت هادية برضو. طبعا دي العربيات بالحجز كمان. الناس كلها بتتسابق عليها، تبقى حاجزة. فأول ما الدور يقف خلاص الناس اللي فيها تنزل، الناس بتبدأ تجري تركب العربية من قبل الناس ما تنزل من العربية أساسا بتاعت الدور الأولاني. فزحمة شديدة كانت على العربيات، ومعرفش ليه الناس يعني مفيش نظام. المفروض يبقى في نظام، كل واحد يستنى دوره، ما يعملوش تكدس ولا يعملوا زحمة، ولا حد يقع ولا طفل يقع ولا يتزق. معرفش ليه مستعجلين وبيجروا كده على الحاجة. يعني مش في العربيات بس، يعني احنا الشعب بتاعنا كده ما عندوش، يعني مفيش نظام. يعني المفروض يبقى في نظام شوية. ما نستعجلش على الحاجة، وكل واحد ياخد دوره بالنظام، كل حاجة بتبقى كويسة وبتمشي وبتعدي. عندنا طبعا هم ركبوا العربيات، كل واحد خد عربية كده بعياله. ده صلاح بيعمل لكم حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك لأنا. ودي فريدة ومامتها، وصلاح ومامته، وسندس راكبة هي وبنت اختها برضو في عربية تانية، كل اتنين واخدين عربية. شايفين حلوة قوي اللعبة دي، بس للأسف اللي ما بيعرفش يسوق هيضيع في وسطهم، لأنهم بيخبطوا في بعض جامد، وممكن يعني الزقة دي بتبقى صعبة جدا، بتتعب. شايفين المنظر، أول ما حد بيقف خلاص كله بيقف، بيعطل الكل. بيجي بقى اللي ماسك العربيات اللي في الملاهي بيحاول يسلكه كده ويعديه. اللعبة كمان جميلة جدا، ممتازة يعني، مسلية. معلش يا حبايبي انا كاتمه الصوت، لان طبعا الملاهي انتوا عارفين انها ملاهي يعني اغاني، واغاني ديت ممنوعه في الفيديوهات على اليوتيوب، فما ينفعش ان انا كنت انزل الملاهي بالصوت كده عادي. انا كتمت الصوت وحبيت ان انا اسجل لكم علشان برضو تتمتعوا معانا في الملاهي الحلوه دي. واللي ما راحش الملاهي السنه دي، الملاهي هتجيله لحد البيت اهي في الفيديو بتاعنا ده، فحبيت ان انا امتعكم. طبعا وفي كمان يعني لقطات كده في الفيديو انا مش كاتمه الصوت، انا مخليها زي ما هي بالظبط. ليه بقى؟ لانها ما فيهاش موسيقى ولا اغاني. الاماكن اللي ما فيهاش موسيقى ولا اغاني انا بسيب الصوت بتاعها عادي شغال، لكن فيها اغاني وموسيقى طبعا بكتم الصوت وبسجل. انا طبعا بشارك معاكم الفيديوهات والخروجات بتاعتنا، بشاركها معاكم زي ما احنا بنفرح، حابه ان انا افرحكم انتوا كمان. ويا ريت يا حبايب قلبي تعملوا كده لايك، لان طبعا اللايكات انتوا عارفين هي اللي بترفع الفيديو. وطبعا لو دخل 100 ولا 200 مشاهد، مفيش منهم غير 5 لايكات او 4 لايكات 7 لايكات بالكتير. يعني مش هتخسر حاجة او هتخسري حاجة لما تشوفي الفيديو وتعملي ثواب وتحطي لي لايك يرفع الفيديو بتاعي. ده هيكون في ميزان حسناتك او في ميزان حسناتك لما تعمل لايك للفيديو، خصوصا انه فيديو ممتع واللي هيشوفه هيتمتع وهيفرح. يا ريت يا جماعة تحطوا لنا اللايك، وجزاكم الله خير، وساعدونا يعني بحكاية اللايكات ديت عشان ترفع معانا الفيديو شوية. احنا محتاجين جدا نرفع الفيديوهات بتاعتنا شوية، لان احنا طبعا قنوات صغيرة، فنفسنا طبعا قنواتنا تكبر زي الناس اللي قنواتها كبيرة ومتشافة. يا ريت تساعدوا القنوات الصغيرة، وتحاولوا انكم اللي يخش كده يساعدها، لانهم دول فعلا القنوات اللي محتاجة مساعدة، ومحتاجة ان الفيديوهات بتاعتها تترفع. وطبعا لما تعملوا حاجة زي ديت هتساعدوا بيها القنوات الصغيرة. اللايك اهم حاجة، والاشتراك في القناة طبعا يا جماعة. يعني ده هيكون في ميزان حسناتكم، مش هتخسروا اي حاجة خالص، انتوا بتساعدوا ناس بتشتغل على محتوى
وحابة انها يعني تسترزق منه وتاكل من وراه لقمة عيش، يعني مش عيب ولا حرام. يا ريت يا جماعة اللايك أرجوكم، والاشتراك في القناة. لو ده فضلا مش أمر يعني، ده فضلا منكم وذوق منكم طبعا. لو اشتركتوا في القناة وعملتوا اللايك وفعلتوا الجرس على كلمة الكل عشان يجيلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله هنزل لكم فيديوهات جديدة جميلة جدا، وهشارككم كل حاجة احنا بنعملها. طبعا ده القطر اللي هو اللي بيجري ده بسرعة وبينور، بيدي أنوار عالية جدا. الجماعة خلصوا طبعا ركوب العربيات وهيبدأوا يركبوا لعبة تانية، يركبوا الأطفال. وهتشوفوا فريدة دلوقتي وهي راكبة السلسلة الصغيرة. هي فريدة بتقول لكم باي باي. حطوا اللايك، حطوا اللايك لأنا، ولولو كمان اهي تقول لكم حطوا اللايك للملكة أحلام، علشان هي بتعمل لكم فيديوهات وبتتعب جدا عشان تنزل لكم الفيديوهات دي اللي هتمتعكم. شايفين؟ وصلاح جه زعلان اهو، عمالين يقولوا له حط اللايك، زعلان ومشي عشان عايز يركب لعبة ومامته مش اعملوا راضية عشان اللايك اللعبة دي وشير خطيرة واشتراك. عليه. فاحنا مش عايزين نخلي ولادنا يمشوا الجرس. على دماغهم، لا لو حاجة صح هنعملها لهم.